ومبدع في الصوت ومتفوق في المدرسة ومحبوب لدى أسرته النموذجية. شهاب الشعراني نجم برنامج صوت الكنز القادم في سياق التقرير التالي. والمشاعر تعزف دايم بابتسامة ثقة واتزان تصاحب صوتا شجيا، لم يتدرب من قبل فتلك تجربته الأولى في الإنشاد. سحر شهاب الشعراني لجنة اختيار الفائز وأبكى المنافسين في مسابقة برنامج صوت الكنز في قناة طيور الجنة الفضائية في الجولة الأولى من المنافسة، ويكون صاحب الرقم 6 في التصويت. يا ليل يا بحر السكون ماذا طويت من القرون، كم أمة ودعتها صارت يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانتي أغلى من العيون، فيه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، يما من سواك ولا أبد غيرك يمون. شوفتك. ليس شهاب الشعراني متأهلا للفوز في مسابقة أطفال فحسب، فالنجم الصغير في حقيقته طفل كبير في تصرفاته، متفوق في دراسته ومقعده في الصفوف الأولى، وحصوله على المركز الأول في المدرسة دليل على مكانته المتميزة ليكون محل إعجاب معلميه وزملائه. أصلا بصراحة أنا أول شيء ما كنت أعرف صوته إنه صوته حلو، بس مرة هكذا أخذنا درس قومت يتكلم يشرح، صراحة ما شاء الله اكتشفت إن صوته ما شاء الله يحفظه. أنا حتى من المدرسات المشجعات اللي حتى في الفصل لما بدخل إذا في معنا نشيد معنا آية أول ما أقوم شهاب، يعني حتى صوته ما شاء الله يحفظه يريح للنفس، ما شاء الله يحفظه ويخليه له يا رب. اليوم أفاخر وأنادي لغتي يا فخر الأمجاد، أبديك بروحي وفؤادي وأصونك رمزا لبلادي، لغتي يا لغة القرآن. في حنايا هذا البيت يعيش شهاب مع أسرة متواضعة الدخل والمعيشة، وأغلب أفرادها حفاظ للقرآن، والقرآن كنز الأسرة البسيطة، وهدف شهاب الأسمى والأهم، وهو يعطي للقرآن جزءا من صوته الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. براء ومحمد الإخوة الكبار هم مدربي شهاب الآن، رغم قلة الخبرة لكنهم مصرين على دعمه ومؤازرته. حقيقة الولد شهاب بدأ أولا كان أول ما بدأ ينشد كان يقلد صوت المؤذن عندنا في الحارة في جامع الفردوس، كان هناك مؤذن متألق جدا، وكان شهاب يقلد هذا المؤذن بمستوى راقي، فعرفنا بمستواه عندما كان يقلد هذا المؤذن، ثم بدأ بالمشاركات بالإنشاد في المدرسة عبر الطابور وعبر مع الشباب ومع الأصدقاء، وأنا أتوقع أنه يكون متأهل هذه السنة بصوت الكنز، وبفضل الله أولا ثم بفضل تصويت الجمهور. يتمنى الطفل الشعراني وهو يغرد بصوته من كل محبيه في اليمن وعموم البلاد العربية دعمه في باقي الجولات السباق والتصويت له على الرقم. مطلوب منهم يشجعوني ويدعموني بالتصويت ما يقصروش. إذن بالتوفيق للنجم القادم شهاب الشعراني.